يا صباح الورد، شايفين ده؟ عملته ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. جبت عيش توست عندي خلاص، اتنين، وشوحتهم في زبده. ممكن تحطوا الزبده كده، لحسه زبده على كل واحده كده، تفردوها كده بسيط وتحطوها في التوستر ونخلص يعني. انا بس عشان كنت بصور. المهم هنا لحد قعدت الف فيهم لحد ما اخدوا وش كده، مش عايزاهم يتحرقوا. وبعد كده جبت عندي فاكهه معلبه، اي فاكهه معلبه عايزين تعملوا خلطه وكده براحتكم. كان عندي اناناس، سقسقتهم بميه الاناناس، وبعد كده هفرد عليهم كريمه. الكريمه دي اللي هي الكريم شانتيه، كان عندي متبقي من الكيكه اللي انا عملتها اخر مره، فقلت ان انا استخدمها يعني، فقمت حطاها وفردتها. انا هنا بس بحاول افرد الكريمه ان هي كانت طالعه شويه من التلاجة، كانت جامده شويه. المهم فردتها وكنت عايزه طبقات اكتر. وبعد كده اي زينه عندكم بقى ممكن تحطوا زينه، اللي هي ديت كان عندي كمان زينه تانية بس ما لقيتهاش. هنا الغلطة اللي أنا عملتها إن أنا حطيت الأناناس كامل، كان المفروض إن أنا أقطع الأناناس على الأقل شرايح صغيرة شوية عشان يكفي الساندوتش. قفلت الساندوتشين على بعض وقمت رايحة مغلفهم بالكريمة من بره كده، وهحطهم في التلاجة يجمدوا ويمسكوا نفسهم. وبعد كده ألف هنا وشفا، وممكن ترش عليها بقى شوية سكر بودرة كده من على الوش، وهتبقى آخر جمال. دي كيكة بدائية الصنع في البيت، كيس كريم شانتيه صغير كده ويظبط لكم الدنيا. ألف هنا. باي.